أهلا بيكم في قناة ستاند باي. النهاردة هنتكلم عن المسلسل اللي قلب السوشيال ميديا وخدنا برحلة من الزمن لزمن الروقان والشياكة، وهو مسلسل عمر أفندي. العمل ده بطولة أحمد حاتم اللي بيقدم واحدة من أذكى وأمتع أدواره، وبتشاركه في البطولة المتألقة آية سماح، وهي عاملة دور زينات. والنجم اللي كلنا حبينا إفيهاته وهو مصطفى أبو سريع، وعمل دور ضياستي بمشاركة مميزة للفنان محمود حافظ والفنانة ميران عبد الوارث. المسلسل من تأليف السيناريست مصطفى حمدي ومن إخراج عبد الرحمن غزالة، اللي قدر ببراعة ينقلنا بين زمانين مختلفين تماما بمنتهى السلاسة. تعالوا بقى نعرف ايه حكاية السرداب اللي قلب حياة علي وخلاه يبقى عمر أفندي. تخيل لو صحيت في يوم لقيت نفسك مش بس في مكان تاني، لكن في زمان تاني خالص. دي بقى قصة المسلسل، قصة علي الشاب اللي عايش في 2024 وحياته اتلخبطت بعد وفاة والده، اللي كان على خلاف معاه عشان ما كانش موافق يتجوز البنت اللي هي مراته دلوقتي، وهي الفنانة ميران عبد الوارث. هنا علي بيفتكر كلام والده لما قال له انه مش عايزه يتجوز البنت دي اللي هي ماجي، لان ابوها غني ومش زيهم. وبيفتكر كده وهو قاعد في عزا ابوه، وبيقول للمحامي في العزا انه عايز يبيع بيت والده. بيدخل علي غرفة والده اللي كان بيرسم فيها، وبيشوف فيها حاجات غريبة زي لبس من زمن قديم قوي، جوابات مكتوبة من واحدة ست وعليها تاريخ 1943. فهنا بيتفاجئ وبيقول أبويا أصلا مواليد 1960. وبيشوف صور وحاجات من الزمن ده. وهنا علي بيكتشف سرداب سري، وبمجرد ما يدخله بيمشي فيه كتير لحد ما يوصل للجنب التاني من السرداب. بيلاقي نفسه في بيت بيخرج منه للشارع، ويشوف شارع مختلف وناس مختلفة ومحلات وعربيات وكل شيء في زمن قديم. وبيقابل ضياستي اللي هو مصطفى أبو سريع، وبيحكي له اللي حصل معاه، وبيتفاجئ منه إنهم في سنة 1943. وبيقابل علي آية سماحة اللي هي زينات، وهي بتكون بنت صاحبة البنسيون اللي هي رانيا يوسف، اللي بالمناسبة هتطلع مرات أبوه في الزمن ده، زمن عمر أفندي والبشوات والاحتلال الإنجليزي. علي بيقرر يعيش بشخصية عمر أفندي. هناك بيتعرف على ضياستي المناضل الشعبي خفيف الظل اللي بيفتكره بطل، وبيتعرف على زينات الفنانة الجميلة اللي شغالة في تياترو، وبتبدأ تجمعه بيها قصة حب رقيقة. الصراع هنا مش بس على اختلاف الزمن، لكن ازاي علي هيقدر يوفق بين حياته في الحاضر مع مراته ماجي اللي شك فيه، وبين حياته في الماضي اللي لقى فيها نفسه وسعادته. المسلسل مش بس فانتازيا، ده فيه دراما قوية. بنشوف أباظة الشرير مسيطر على المنطقة وبيهدد زينات وأهلها، وعمر أفندي بيستخدم ذكائه ومعرفته بالمستقبل عشان ينقذه. بنشوف مواقف كوميدية عبقرية لما علي بيحاول يشرح اختراعات المستقبل لضيافتي، أو لما يستخدم كلمات من 2024 في وسط رقي الأربعينات. لكن الموضوع بيكبر لما بيكتشف إن والده كان بيزور الزمن ده قبله، وإن فيه سر كبير ورا السرداب ده. مع الوقت علي بيلاقي نفسه اتورط في عمليات ضد الإنجليز مع ضياستي، وبقى جزء من نسيج سنة 1943. وفي الحاضر حياته بتنهار، وبنشوف صراع نفسي. هل يفضل عمر أفندي المحبوب والمنقذ، ولا يرجع يكون علي اللي فاشل في حياته الزوجية؟ المسلسل بياخدنا في رحلة عن الهوية، وهل الإنسان هو اللي بيصنع زمنه ولا الزمن هو اللي بيفرضه؟ المشهد ده مؤثر لوداع بين علي وزينات، وعودته للحاضر مع ماجي وتغيير شخصيته. مسلسل عمر أفندي نجح إنه يرجعنا لزمن الفن الجميل بلمسة كوميدية حديثة. أحمد حاتم قدم واحد من أجمل أدواره، والكيمياء بينه وبين مصطفى أبو سريع وآية سماح خلت المسلسل ترند طول فترة عرضه. وفي النهاية علي اتعلم إن التغيير لازم يبدأ من جواه هو، مش من الزمن اللي عايش فيه. لو لسه ما شفتش، فايتك رحلة ممتعة جدا عبر الزمن. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، ولو في حاجة حابين إن أنا ألخصها لكم ممكن تكتبوها لي في الكومنتات.